تفضل. ايوه، مساكم الله بالخير والنور والسرور، عساكم الصحة والعافية. بحاول ان اختصر هذا اللايف قد ما اقدر، لان في موضوع معين حاب اتكلم عنه، ما سمعت وايدين يتكلموا عنه، لكن ضروري ان الناس يعرفونه. اللي يون الجيم بشكل عام، يا شخص حاب يزيد نسبة العضل، يا شخص حاب ينقص نسبة الفات، يعدل جسمه، يشكل جسمه، لكن في نوعية أخرى تجي الجيم. قد يكونون لعيبة كمال الأجسام أو ناس عاديين. هالنوعية دخيلكم خلوهم على جنب. اللي هو لا يعني تسأله أنت شو جاي تسوي في الجيم؟ تزيد نسبة العضل؟ لا. تعدل جسمك؟ لا. تنزل نسبة الدهون؟ لا. تعدل ظهرك، شكلك، صدرك، ريلك، أي كان؟ يقول لك لا. يقول لك أنا جاي أتعالج. الكلمة نفس ما قلت، أنا جاي أتعالج. عنده هم في الحياة، عنده هم في يومه، عنده هم من الدوام، من الأهل، من المجتمع، عنده هم من نفسه حتى. هالشخص يقول لك أنا جاي أتعالج، أبى نفسيتي ترتاح، أبى الهم هذا يروح عني، أبى الهم هذا ينزاح عن صدري. فكر شو ممكن يشيل هالهم. في أشياء صح وأشياء غلط. الأشياء الغلط حب أنه يبعد عنها، نفس الشرب، نفس التعاطي، نفس أشياء كثيرة. فكر في شيء صح اللي هو التمرين، لكن ما يهمه أبدا هل هذا التمرين راح يؤدي إلى تطور في الجسم أو لا. ما يهمه أبدا هذا التمرين راح يؤدي إلى إصابات أو لا. ما يهمه هالشيء، لا. يا يتعالج خلاص، خليه يتعالج، خليه على راحته. يعني لو تشوفه حتى لما يدخل الجيم تقول هذا لازم يصير بصحة نفسية، مشي الجيم يتمرن. أنا مثلا، أنا يعني أعترف أنا واحد من هالناس. أروح الجيم تقريبا نص حياتي أنا بين الحديد فقط، خليتم باقي الرياضات. أكثر عن 16 سنة حاليا في المجال. كثير من الأوقات أروح فيها الجيم مش همي أبدا لا ما يقولون لا حديد ولا باور ولا شكل ولا زيادة نسبة عضل ولا لا. أبى أروح الجيم أتمرن لأني أبى أرد البيت أرقد أفضل، أرقد مرتاح. عندي مشاكل في الحياة، مشاكل ما راح تروح حاليا، لكن كثير من الناس، نفسي أنا في المرحلة، نفسي أنا في الكلام. في ناس أثناء فترة كورونا، طبعا ما عندنا إياهم هنا، لا خارج في أمريكا أظن كان في 2 منهم، ما أعرف في دول ثانية في بعد. في ناس وصلوا لمرحلة الانتحار بسبب إنه ما قادرين يتعالجون، طبعا مع استخدام مواد أخرى، لأنه ما في الحين في أشياء ثانية يحاولون على الأقل عن طريق أن يهدون، لكن في النهاية وصلوا لمرحلة الانتحار. بشكل عام نوعية الناس اللي جايين يتعالجون في الجيم خلهم على راحتهم، لا تتحرش فيهم. طبعا أكبر غلطة ممكن تسويها أن عند واحد من هذيلا وتقول له كابتن تمرينك غلط. إذا كفخك اعذره، أنت الغلطان، ما حق لك صيانتي من الآخر. هذا بكل اختصار. في بعض الناس يروحون الجيم لأن يبون يتعالجون عشان يرمون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي أو طبيعي أكثر. هذيلا فئة خاصة، خلهم على جنب في الجيم، لا تحارش، لأن النهاية ما راح تكون جيدة. تمام، يعطيك